مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وألذ حلا المانجو، حلا منعش وطيب وخفيف. رح نعمل اليوم مع بعض بأسهل طريقة، رح نعملها اليوم مع بعض. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. طبعا صبايا، هلأ بالنسبة لصلصة المانجو أنا استخدمت هون حبة طرية كبيرة من المانجو، قطعتها بهذا الشكل وراح أحطها بالخلاط. طبعا بالنسبة لصلصة المانجو صبايا هون أبدا ما بنضيف عليها المي، لأنه بدنا إياها تكون صلصة مانجا خام بدون أي سوائل أو إضافات للمي. طبعا راح أعصرها هون بخلاط الكوكتيل مثل ما أنتم شايفين لحد ما تصير عنا القوام هذا المطلوب مثل ما انتم شايفينه. راح اجيب هون قلاية، راح انزل فيها كوب من صلصة المانجا اللي عملناه. طبعا المتبقي من صلصة المانجا راح نحطه على جنب، واخر شيء راح اقول لكم شو راح نعمل. حطيت هون عندي 2 حبة من البيض و2 من صفار البيض، بالاضافة الى نص كوب من السكر ومعلقتين كبار من عصير الليمون. راح احركهم كتير منيح واحطهم على النار. راح استمر هون صبايا عندي هون بالتقليب لحد ما يصير عنا الصوص ساخن. راح انزل عليهم بالتدريج الزبدة. حطيت هون نص كوب من الزبدة المكعبات. الزبدة لازم تكون عندي هون تعادل درجة حرارة الغرفة. راح استمر هون بالتقليب لحد ما تختفي عندي كل مكعبات الزبدة. بالجرام تساوي عنا 115 جرام. طبعا صبايا هون أول ما دابت عندي الزبدة وصار الخليط معي جاهز، رح نحطه على جنب ورح نبدأ نبلش نجهز للكريمة. طبعا هلأ بالنسبة للطبقة الثانية من الكريمة حطيت هون عندي كوب من جبن الكريمي بالإضافة إلى 3 معالق كبار من السكر. وهلأ الصوص اللي احنا عملناه بالبداية اللي هو صلصة المانجو، حطيت 3 معالق كبار من صلصة المانجو بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا صبايا أنا هون رح أكتب لكم الجرامات كلها بصندوق الوصف. طبعا الفانيليا اللي حطيتها فانيليا سائلة، فيكم تستبدلوها بالفانيليا الباودر. ومثل ما انتم شايفين الجبنة لازم تكون عندي بتعادل درجة حرارة الغرفة حتى نقدر نسيحها أو نذوبها أو نحركها بكل سهولة. بالنسبة بنحط طبعا الطبقة اللي عملناها على جنب، وهلأ رح نبلش نعمل طبقة الكريمة الثالثة. جبت هون عندي كوب إلا ربع من كريمة الخفق اللي هي كريمة الحلويات. طبعا صبايا مثل ما انتم شايفين أنا الصحن اللي عملت فيه بدي أو دخلته مسبقا على الثلاجة أو على الفريزر، حتى وأنا عم بخلط الكريمة لازم يكون معنا الصحن بارد. راح استمر هون عندي بالخفق لحد ما اوصل لقوام كريمة الخفق لهذا القوام. طبعا اول ما تشد معنا وتتكاثف ابدا ما بنستمر عنا بالخفق عشان ما تفك معنا الكريمة، وبنكتفي بهذا القوام. نزلت هون صبايا اللي هي كريمة الجبنة اللي حطيناها او اللي عملناها مسبقا فوق كريمة الخفق، ومثل ما انتم شايفين رح احرك من الاسفل للاعلى. جهزت معنا هون الطبقة. طبعا طبقة الكريمة صارت جاهزة. هلأ رح نبلش هون بالتغطاي. صبايا هون جبت عندي الحليب السائل مثل ما انتم شايفين عندي بارد، وصبيت برضو كمان نزلت عندي هون بما يعادل 4 معالق من صلصة المانجو اللي عملناها بأول الفيديو. رح استمر هون بالتقليب لحد ما تتجانس معي المكونات. استخدمت هون صبايا بسكوت الليدز فينجر، هو البسكوت صراحة المفضل لإلي بالحلويات والحلا اللي أنا بحب أعمله. راح أنزله هون وأغمسه بخليط المانجو والحليب. راح أنزل بهذا الشكل، واستخدمت هذا البايركس، فيكم تستخدموا أي صحن أو أي بايركس موجود عندكم. وراح أعمل أول طبقة عندي من البسكوت وأنزل طبقة الكريمة اللي عملناها. راح أوزعها بالتساوي. كمية الطبقة هون صبايا ما بدها تكون معنا كتير كثيفة، يعني بدها تكون عنا شيء بسيط حتى ما تكون عنا حلا المانجو يكون كتير معنا، يعني مثل ما بيقولوا انه كتير مسكر معنا. رح اعمل هلأ الطبقة الثانية من البسكوت، رح اغمسه بنفس الطريقة ورح ارصه كتير منيح عندي بالصينية. طبعا رح ارجع مرة تانية واحط طبقة الكريمة
وأكرر نفس الطريقة. رح أوزع هون عندي الكريمة بالتساوي. أنا معكم هون خطوة بخطوة حتى ما تكون الوصفة عليكم صعبة. الوصفة جدا سهلة وجدا ممتعة وجدا شهية، بتمنى أنكم فعلا تجربوها. طبعا صبايا طبقة الكريمة هي آخر طبقة عنا. هلأ بالنسبة للتزيين، الصلصة اللي أنا عملتها صلصة المانجو اللي عملناها بأول الفيديو، حطيتها عندي بعبوة الحلويات ووزعتها عندي فوق طبقة الكريمة. فيكم تعملوا أي شكل، أنا حبيت أعمل زي نظام التموجات، يعني فيكم تعملوا أي شكل بيناسبكم. طبعا صبايا آخر شي هلأ طبعا بعد ما أنا حطيت الصوص اللي عملناه اللي هي الصلصة، حطيت اللي هو الصوص الخام المانجو، زينت برضو كمان فوق الطبقة الثانية، يعني صارت عندي طبقتين، طبقة صلصة المانجو اللي عملناها والطبقة اللي هي المانجو الخام اللي خلطناه على عفوا على خلاط الكوكتيل، ووزعته برضو على وش الصينية. طبعا هلأ بالنسبة لطريقة التزيين حبيت اني احط قطع من المانجو والبلوبيري. طبعا طريقة التزيين بترجع ذوق شخصي لإلكم، فيكم تزينوا بالطريقة اللي انتم بتحبوها. بتمنى صبايا إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة. هيك صارت وصفتي جاهزة لهاليوم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية على قلوبكم، وشكرا لحسن المتابعة.